الشقة دي كانت مقفولة بقالها 3 سنين، لكن النور كان بيولع فيها كل ليلة. في عمارة قديمة في مدينة نصر، شقة في الدور الرابع، صاحبها مات من سنين. أهله قفلوا الباب بمفتاح وسابوها. الجيران كانوا بيلاحظوا حاجة غريبة، كل يوم الساعة 3 الفجر نور المطبخ بيولع لوحده. في الأول قالوا كهربا، لكن المشكلة إن العداد مفصول. وفي ليلة واحد من السكان قرر يطلع يشوف. وقف قدام الباب، النور كان باين من تحت، الشقة مقفولة. وفجأة سمع صوت مية بتجري من جوه. رجع ورا خطوتين، وفي اللحظة دي النور طفى والصوت سكت. تاني يوم كسروا الباب، الشقة كانت فاضية تماما، مفيش أثر لحد، بس حنفية المطبخ كانت مفتوحة والأرض مبلولة. قولي بقى، لو كنت ساكن في العمارة دي كنت تكمل هناك؟ اكتب رأيك واشترك عشان تسمع قصص أغرب من كده، والقصص اللي جاية على فكرة كلها حقيقية حصلت في مصر. اشترك وتابعني. سلام.